كالعاده ماتشات ريال مدريد واللي بيحصل عليها جدل كل مره، خلاص عدنا عارفين ان ريال مدريد يبقى في اي جدل تحكيمي. لكن النهارده احقاقا للحق، والله انا واحد برشلوناوي وعارف ان ريال مدريد ساعات التحكيم معاه كتير زي ماتش الماريا وريال مدريد بتاثر على الحكام لدرجه انك امبارح فيتور روكي بيطرد مش عارفين ليه. لكن الجون بتاع اتلتيكو مدريد اللي داخل في ريال مدريد النهارده دي مش عايزه اي حاجه الا بقى لو انت جبت بقى حساسيه الحارس. هو اللي شكك الناس ان الحارس بتاع ريال مدريد ما اعترضش ان ساول محتجزه، يعني فاهم؟ ده اللي شكك الناس انه ايه ده تسلل ازاي، او يعني حاجه بالرؤيه عنه ازاي والحارس داخل جوه الجون وهو اصلا ما اعترضش ان الرؤيه متحاجبه عليه عشان الكره معموله في المقص البعيد هناك. ولو كان مش تسلل او تسلل عمر ما ساول كان هيتدخل في الكره ولا الحارس كان هيتدخل في الكره. لكن ده قانون ما اقدرش اتكلم فيه. يعني انا واحد برشلوناوي وعارف ان ريال مدريد ساعات كتيره بتلعب بالتحكيم وبتظلم بالتحكيم زي ماتش الماريا اللي مش عارف يتشال من قدام عيني. لكن ريال مدريد النهارده ما ظلمتش حاجه في الجون دون، لا هو فعلا الجون تسلل واضح جدا بيكون ان اللاعب زي ساول واقف مغطي الرؤيه على الحارس جدا. ايا كان الحارس بقى كان هيروح يا سيدي كان ممكن يطير، هو بقى عنده جناحات هيطير بيها. فهنا ريال مدريد مظلوم، بل كمان ان الحكم النهارده كان غريب وكان ممكن يحسب في فرص كتيره قوي لريال مدريد ضربه جزاء. لكن يا جدعان يا ريال مدريد ما بتقابلش الماريا، انت لاحظ هنا، حط في دماغك ان ريال مدريد بتقابل فريق كبير جدا في مدريد وهو اتلتيكو مدريد، اللي هو الحكم ما يقدرش يظلم اصلا اتلتيكو مدريد الا بقى بص لو كوره يعني ايه ما فيها جدل. يعني مثلا زي كره بتاعه الحكم النهارده لو كان حسب بتاعه الجون دي ما كانش حد يتكلم، بدليل ان لعيبه ريال مدريد ما اتكلمتش اصلا النهارده. لا قال لك الغيها، لكن مثلا ضربه جزاء واحد حول لاي عبط من اللي كان هيتحسب النهارده دون لا مش هيجي والحكم عمره ما هيحسبه. فكانت مباراه فنيا لسه هنتكلم فيها، لكن تحكيميا مفيش اي حد شفته اتظلم لحد دلوقتي او مثلا حاجه مؤثره في الماتش غيرت النتيجه او ضربه جزاء هنا ما اتحسبتش او هدف بقى صحيح فعلا لاتلتيكو مدريد ما اتحسبش. فالماتش كان تحكيميا كان حلو جدا، ما شفتش اي غلطات على ريال مدريد.